السلام عليكم متابعين سلاب محايل، وحياكم الله وأسعد الله مساءكم بكل خير. بناء على طلب الكثير منكم على كل حساباتنا على اليوتيوب وعلى تويتر وعلى حساب سناب شات، لنا نرجع نغطي جامع الشيخ محمد عبد الله فلقي رحمه الله بإذن الله. إن شاء الله اليوم راح نغطيه ونشوف ايش صار فيه جديد. جامع الشيخ محمد عبد الله فلقي وضع حجر أساس لأمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد. مساحة الموقع كامل بحوالي 32,000 متر مربع، ما شاء الله مساحة كبيرة جدا، ويتسع لأكثر من 4000 مصلي، بالإضافة إلى مصلي للنساء يتسع ل 1250 مصلية. هذه أساسات المواضع الخارجية، وما يبغى يكتشف دورة المياه يقدر يتوضأ هنا إن شاء الله ويجلس على طول على الجامع. الموقع يتضمن أيضا سكن للعاملين ومكتب للإمام، بالإضافة إلى مواقف خاصة للسيارات تقدر مساحتها ب20,000 متر. ما تشوفون هنا مواقف السيارات مرصوفة بالكامل، ما شاء الله تبارك. الجامع يمتاز بتصميمه الإسلامي الفريد من نوعه، تشوفون الأقواس هنا والدوائر، مجسمات الجمالية في كل مكان ما شاء الله. هذا هو الجامع من الداخل، تابعين القدامى يذكرون كيف كان شكله أول. شوف الحين ملبس كامل بالرخام ما شاء الله تبارك الله. مثل ما تشوفون هنا العمل جاري على تأسيس التكييف إن شاء الله السقف، وأيضا عمل القبب ما شاء الله تبارك الله في 3 مناهي. وإذا تشوفون معي هنا المنارات قربت تخلص، في منارتين ما شاء الله عملاقة ما شاء الله تبارك. رحم الله الشيخ محمد عبد الله فلقي وأسكن فسيح جناته، وجزا الله أبناء كل خير على هذا العمل الطيب. موقع الجامع متابعينا الكرام في حي الحيلة الغربي جنوب محايل عسير على طريق الشعبي. كان معكم في هذه التغطية أخوكم أبو حاتم الشهري من التغطيات، وأحمد صورة من الإشراف. في أمان الله.